السلام عليكم، اهلا اصدقائي، اهلا بيكم في فيديو جديد وجولتنا النهارده في الرواعي. زي ما انتوا شايفين كده اي شنطه ب100 جنيه من اللي انتوا شايفينها ديت. الفرشه دي في الرواعي قبل فندق الاندلس. هو راجل كبير كده واسمر. هو هو بيسهالي الوحيد اللي بيبيع الشنط ديت ب100 جنيه، لان الشنط ديت بفروشات تانية ب130 وب120 وفي اغلى كمان. عنده حبة شنط صراحة تحفة، وعنده كبيرة منها اللي متعلقة هتشوفوها في الفيديو ب150 جنيه. لكن اللي انتوا شايفينها معايا حاليا دلوقتي ب100 جنيه أي شنطة. على فكرة في ناس كانت شارياها برضو من فروشات تانية أغلى من كده. فبقى زي ما قلت لكم الفرشة دي يعتبر هي اللي تبيعها ب100 جنيه. شنط تنفع للدروس، وتنفع للرحلات برضو، يعني تنفع لكذا حاجة جميلة جدا. واللون الدوت اللي هو مدي على البامبا في البينك جميل جدا برضو، لونه هادي وسيمبل كده. وفي الاسود برضو تاني، الاسود برضو ليه اشكال كتير عنده. وهنا فرشة تاني برضو في العتبة، دي برضو كانت اغلى من 100 جنيه. بصوا زي الشنط برضو اللي مصوراها ب100 جنيه، بس دي كانت حوالي 120 جنيه. عشان اقول لكم ان الفروشات بتتراوح، يعني كل واحد كل فرشة ليها سعر تاني. لكن صراحة اللي انتوا المقطع اللي انتوا شفتوه معايا في اول الفيديو ابو 100 جنيه دوت شنط صراحة جميلة عنده. برضو حلوة ام 120، برضو مش بطالة، برضو جميلة فيها حاجات حلوة. اللقطة ما جاتش بتاعت الشنط اللي هي 150 جنيه بتتعلق على الكتف. جميلة برضو، كبيرة ب150 عند الفرشة الأولانية اللي انتوا شفتها في أول الفيديو. بس للأسف ما صورتش غير مقطع بسيط منها. وبرضو الفرشة دي جميلة برضو، يعني ب120 برضو حلوة برضو. بص، هو في الرواعي في ده المصري تبع الشعبي، وفي المستورد. آه يعني في الكوبي وفي البرند وفي ماركات. يعني في حاجات هتلاقوها ماركات. هسيب لكم الفيديو، اللينك الفيديو اللي انا صورته اللي هو الماركات في الرواعي. عجب ناس كتيرة الفيديو ده صراحة، وجاني عليه تعليقات كتيرة جميلة برضو. شكرا لأي حد كتب لي كومنت حلو. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، أحلى متابعين وأحلى اخوات. فهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. اللي ما يعرفش صندوق الوصف جنب الفيديو في كلمة مزيد، هتدوسوا على كلمة مزيد هتدخلكم على صندوق الوصف. هو هناك بقى اللي بحط الروابط، حط الرابط وهتشوفوا ان شاء الله الفيديو، وان شاء الله ينول اعجابكم، لان الفيديو كان قوي جدا وجميل جدا. فأتمنى تشوفوا الفيديو وتكتبوا لي تعليق حلو منكم كده زيكم. وبشكر الناس اللي انضمت لقناتي، اهلا بيكم. بشكركم على الاشتراك وبشكركم على اللايكات. احلى اخوات واحلى متابعين، ربنا يقدرني ان شاء الله اجيب لكم جولات كتيره جدا. بس اهم حاجه اللي يشوف الفيديو يفتح الفيديو ولو وصل معايا لحد كده، اهم حاجه يا حبايبي الاشتراك، اهم حاجه الاشتراك واللايك. ويا ريت في قناه الجولات بالذات الاشتراك مهم جدا، وهتعرفوا بعدين ليه. يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم في الجولة، واكون بفيدكم في جولاتي. وان شاء الله نروح مع بعض في جولات كتيرة جدا، واخدكم معايا اي خدمة، مش حرمكم من حاجة. هو هاخدكم في كل الجولات معايا، يلا زي بعض عشان نبقى مع بعض خطوة بخطوة.
ان شاء الله الفترة القادمة يكون في تنوع في الجولات بإذن الله. بس يعني خليكم معايا كده عشان ايه، يعني التفاعل مهم علشان القناة ان شاء الله تكبر ونبقى اكبر عيلة ان شاء الله مع بعض كده. فانتوا عارفين طبعا القناة دي تبقى لسه مبتدئة، فاديكم معانا كده. هي قناتي مش مبتدئة قوي، بس المهم يعني المفروض كانت اتعملت شوية اكتر من كده. بس الحمد لله على كل حال، كل شيء نصيب وكل حاجة في وقتها. يا ريت لو وصلتوا معانا كده لحد كده، يا ريت تذكروا الله وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو في الرواعي صراحة فرشات الشنط كتيرة جدا جدا، والأحذية برضو. اللي ما يعرفش الرواعي فين، اللي بيجي من محطة المترو، اللي بينزل محطة مترو العتبة، هتنزلوا مترو العتبة، هتمشوا على طول، هتسألوا أي حد على الرواية، هتخلصوا الشارع، هتدخلوا يمين عند سنترال العتبة، هتعدوا الناحية الاتجاه التاني. هو ده شارع الرواعي، أوله فرشات، جنبه مول صدناوي اللي هو مول صدناوي المعروف بالقبة. هتعدوا الاتجاه التاني، هتدخلوا شارع الرواعي. شارع الرواعي بقى ده من أوله بقى لآخره أحذية وشنط. الفرش الشنط، فرشة الشنط اللي أنا صورت فيها هتدخلوا الرواعي من أوله عند سنترال العتبة. الاتجاه التاني هتدخلوا، هتكسروا يمين، هتمشوا لقدام، هتفضلوا ماشيين لقدام. انتوا هو راجل أسمر كده وقصير شوية، هو دوت. بس أنا للأسف ما جبتش العلامة، معلش اعذروني. العلامة أو المحل اللي هو واقف قدامه. ان شاء الله اجيب لكم المحل او الاشاره اللي واقفه قدامه، على اساس ان انتوا تبقوا عارفين على اساس ان انتوا عارفين المكان. اللقطه دي بقى كانت فين؟ اللقطه دي بتاعت الشنط دي كانت في الوكاله يوم الاحد. فانا حبيت احطها لكم في الفيديو على اساس برضو تشوفوا الشنط في الوكاله. شنط المدارس اهي، هتلاقوا فروشات يوم الاحد لشنط المدارس وشنط الخروج عند ام يوسف. ام يوسف ديت مشهوره في الوكاله، بتقعد قدام جراج الوكاله بس مش شنط الخروج بقى. بتجيب شنط الخروج اللي هي الجلد يعني لو قعدتوا تعملوا في الشنطه ايه، مش هتدوب. الشنطه عندها الماتيريال بتاعتها عاليه، هي بتبدا 175، وفي شنط اغلى عندها. بس صراحه شنط تستاهل. انا مصوره عندها بجولات الوكاله، لو رجعتوا لفيديوهات الوكاله هتشوفوا شنط ام يوسف. وان شاء الله بعمل لكم فيديو كامل عندها، يعني انزل فيديو الشنط لوحده. وهنا برضو الكوتشيهات دي برضو كانت في الوكالة، في شارع الخضرا اللي بيطلعكم على الكورنيش اهوت. فانا حبيت اعمل ميكس بين العتبة الرباعي والوكالة على اساس الفيديو يبقى شامل يعني. وهتشوفوا شو